السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر جديد، مديرية الأمن تصرف منحة استثنائية للمتقاعدين والأرامل. قبل ما نبدأ المرجو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شرعت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني انطلاقاً من بداية الأسبوع الجاري في صرف منحة مالية استثنائية لفائدة 4094 مستفيدة ومستفيداً من بين متقاعدي ومتقاعدات وأرامل أسرة الأمن الوطني، خصوصاً ممن تقتضي ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الاستفادة من مثل هذا الدعم المادي. وسيجري صرف هذا الدعم المباشر بشكل فعلي تدريجي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية اعتمدت على تقييم دقيق وموضوعي للاحتياجات والإكراهات التي تعاني منها الفئات المستفيدة، خصوصا متطلبات أيتام موظف الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قد أصدر تعليماته إلى المصالح المركزية المختصة بضرورة التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني من أجل بذل عناية خاصة تجاه فئة الأرامل المتقاعدين في الأمن الوطني بشكل يضمن تمكينهم من جميع المساعدات المادية والدعم المعنوي اللازم. وفي النهاية لا تنسى لايك واشتراك في القناة عشان نقدم محتوى أحسن، وشكرا كثير حبيبي على دعمنا.